عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. أخيرا تمكن لاعبنا الدولي حنابال المجبري من تسجيل أول هدف له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد ليكتب لنفسه تاريخا خاصا به، ليكون خامس لاعب تونسي يحرز هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كل من رضي الجعيدي وحاتم طرابلسي ووهبي الخزري ويان فاليري. هدف جاء في الوقت المناسب ردا على المشككين من ناحية وللفوز بثقة المدرب الهولندي تين آغ من ناحية أخرى، وذلك نظرا للوضعية الصعبة التي كان قد مر بها اللاعب في الفترة الأخيرة. وقد رأينا الطريقة التي تفاعل بها حنابال مع الهدف، حيث كانت فرحته جنونية من خلال صرخة تعبر عن الكثير من الألم والمعاناة التي كان يعيشها في ظل تعرضه إلى كم هائل من الانتقادات اللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض اللاعبين السابقين لمنتخب تونس عبر وسائل إعلامية وطنية. جميع المواقع الرياضية العالمية والعربية وبعض اللاعبين تفاعلوا مع هذا الهدف الرائع والجميل الذي سجله حنابال في شباك برايتون الإنجليزي في الدقيقة 73 من زمن المباراة من خلال تسديدة قوية جدا لا تصد ولا ترد، وذلك بعد 9 دقائق فقط من دخوله للميدان، وهي أول دقائق يشارك بها المجبري هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات. وعبر الدنماركي كريستيان إريكسون عن سعادته بأداء حنابال المجبري قائلا: أنا سعيد جدا له، إنه شخص رائع حقا يعمل بجدية كبيرة وقد استحق ذلك. من المؤسف فقط أنه سجل هدفا في مباراة خسرناها، لو كنا قد فزنا لكان الشعور مختلفا تماما له وللجميع. هذا ونشر حنابال المجبري تدوين على حسابه الرسمي عبر فيسبوك أرفقها بصورة له وهو يحتفل بالهدف وتعليق جاء فيه: احتجت لسنوات من العمل حتى أسجل هدفا لنادي رائع، ولكن من المستحيل أن أحتفل بذلك دون أن يكون الفريق قد حصل على النتيجة التي يريد. وعلق إسماعيل الغربي لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى لوزان السويسري على صورة حنابال بعبارة اللهم بارك. وتناقل عديد اللاعبين صورة فرحة حنابال بالهدف على غرار كل من منتصر الطالبي وسليم بوعسكر حارس نادي روما الإيطالي وتيمور محمد الناشط في الدوري الأمريكي، وكذلك المدير الفني محمد سليم بن عثمان والعديد من اللاعبين والشخصيات الرياضية المعروفة. هذا وأشاد أيضا المدرب تين آغ بالمردود المميز الذي ظهر به حنابال المجبري، وذلك في تصريحاته للصحفيين بعد نهاية المباراة قائلا: لقد قام حنابال بما يجب فعله بعد إقحامه، لقد كان له تأثير على الفريق وأضاف لنا الحيوية. وفي مقال لموقع مان يونايتد نيوز تم تأكيد المردود المميز الذي قدمه حنابال ضد برايتون من خلال عنوان تضمن العبارة: حنابال المجبري أظهر خصاله وقدم أداء رائع جدا في المباراة التي خسرها اليونايتد أمام برايتون بنتيجة 3-1. عنوان مقال على موقع The People Person تضمن ما يلي: من المستحيل الاستمتاع ردة فعل حنابال المجبري بعد تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد أمام برايتون. وتضمن عنوان مقال موقع وين وين القطري للعبارات التالية: بطريقته حنابال المجبري يرد على الهيشري والمشككين. هذا وتألق أيضا لاعبنا الدولي إلياس العاشوري مع فريقه كوبنهاغن الدنماركي، حيث كان وراء هدفي فريقه ضد فريق نورشيلاند، مساهما بذلك في نتيجة تعادل 2-2، وكان نجم المقابلة بتقييم 8.3 حسب موقع سوفا سكور. كما تألق أيضا لاعبنا الدولي عيسى العيدوني مع فريقه يونيون برلين الألماني ضد فريق فولسبورغ، وذلك عبر مساهمته في تسجيل هدف فريقه الوحيد عبر تمريرة حاسمة في الدقيقة 28، ولكن فريقه ينهزم بنتيجة 2-1. واللاعب عيسى العيدوني إلى حد الآن 5 مباريات في الموسم الحالي وساهم في 4 أهداف حيث صنع 3 وسجل هدف. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.